عيد وذبايح وعزايم، وطبعا نحب الجود والكرم. العم عبد الله مريض بالقلب وتوهق مع التلزيم وبياكل بالرغم من حميته عن الدهون، ومن أشطر من الحريم بالتلزيم الخالة حصة مريضة بالسكر بس مو قادرة تكسر بخاطرهم وتاكل من هالحلا حبة ورا حبة. وسارة اعتذرت عن الطلاع عشان النادي، لكن مع تلزيم صديقاتها استحت وطلعت معهم. فيصل مع حساسية القمح والمكسرات، وموصيته أمه ما ياكل إلا من أكله الخاص، بس ضعف تحت الضغط وأكل الكيك. معظمنا ما يدري عن الوضع الصحي للآخرين من غير قصد، يضغط عليهم ويجاملونه على حساب صحتهم. لا تنسون إن حميته تحميه. شرايين العم عبد الله تجمعت فيها الدهون وسببت له جلطة، والخالة حصة ما قدرت تكسر خاطر البنات وكلت الحلا بس تعبت وارتفع عليها السكر والحين بالطوارئ. أما سارة مو راضية تطلع بعد ما زاد وزنها وهبطت عزيمتها واكتئبت. وفيصل ذابحته أعراض الحساسية، ولأنك تحبه وتبي له الخير لا تلزم، صحته ألزم.